فالإمام الهادي صلوات الله عليه عاش في هذه الظروف القاسية. وش أصور لك عن زمن المتوكل يزيد بن العباس، اللي كان حاقدا على أهل البيت بشكل عام وعلى الإمام الهادي بشكل خاص. 14 سنة ضيم ومرار وسقم على جميع الملة والأمة، خصوصا على الشيعة. كان يكره الشيعة ويبغضهم حتى رحلهم من بغداد. قال ببغداد ماكو واحد يسكن شيعي، ممنوع من عنبات، تهجير. أثار التسفيرات من ذاك الوقت موجودة كان. على أي حال، فصنع ما صنع. تسامع بعد هدم قبر الحسين وحرثه 17 مرة. بعد ممنوع واحد يوصل شيء إلى بني هاشم. يقول في التاريخ كنا العلويات بني هاشم، نساء بني هاشم ما عدهن إلا عباية واحدة بالبيت يصلن بها ومرقع، وكان يغزلن بأيديهن. غزل علويات بنات أهل البيت. هاي حالته. فالإمام سلام الله عليه عاش هكذا ظرفا قاسيا، لكن قاد الأمة بجدارة. أكو واحد يصير في محنة، احنا واحدنا يعني إذا صارت عنده فد مصيبة وكارثة وشيء بعد ما له خلق روح، ما له خلق روح. لو واحد يحاكيه يطفر فيوزه. ولكن الإمام سلام الله عليه مع هذه المحن المتوالية على الإمام سلام الله عليه، ولكن قاد الأمة بجدارة وبحلم وبأخلاق صلوات الله عليه. قاد الأمة بعلمه. الإمام عالم من علماء آل محمد صلى الله عليه وسلم. حوالي 34 سنة مدة إمامته، من أطول فترات إمامة المعصومين. 34 سنة. لذا أثر أثرا بليغا على الأمة. وإن كان الطغاة والجبابرة مثل المتوكل حاولوا إخماد نور الإمام. شلون؟ رفعوا بعض المنحرفين أمام الإمام. أنت تدري اللي سبب إمامة أحمد بن حنبل هو المتوكل؟ زوا علم أمام الإمام الهادي وطا شرعية مشروعية. أحمد بن حنبل إمام هذول الدواعش، إمام هذول السلفي. أحمد بن حنبل هذول الحنابلة. كان إنسان متعجرف، يرجع نسبه أحمد بن حنبل يرجع نسبه إلى ذي الثدية. ذي الثدية جده اللي قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهروان، اللي رسول الله بشر بقتله، إنه اللي يقتله شنو؟ يريح الأمة، وأن الذي يقتله هو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين. زين، هذا اللي مقتول جد على يد أمير المؤمنين، شو تريد يطلع من خبث باطن وحقد على التشيع ولا على خصوص الإمام؟